وبطشه شديد. خلق الجنة لمن أطاعه والنار لمن عصاه من العبيد. احمدوا حمدا يليق بجلاله وعظيم ملك سلطانه، وأصلي على محمد وآله وأنصاره صلاة دائمة تحولنا بدار القرار في جواره. الحمد لله المبدي والمعيد، العزيز الغفار، الواحد القهار، مكور الليل على النهار، عالم الخفايات والأسرار. وأصلي على الرسول المختار وعلى آله وصحبه من المهاجرين والأنصار صلاة دائمة تحولنا بدار القرار في جواره. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. عباد الله، أقف إياكم في هذه الساعة وفي هذه اللحظات للخروج الذي ليس بعده رجوع. يقول أبو نعيم في الحلية: يا ابن آدم أيها الإنسان، خرجت من ظهر إلى بطن، ثم من بطن إلى ظهر، ثم من ظهر إلى بطن، ثم من بطن إلى ظهر، ثم من ظهر بعد ذلك في بطن. أي خرجت يا مسكين من بطن أبيك إلى من ظهر أبيك إلى بطن أمك، ثم تخرج من بطن الأم على ظهر الأرض. أنت الآن يا من تتجرأ في معاصي جبار السماوات والأراضين في هذه الدنيا الدنية الجيفة الميتة التي شغلتنا بتربية أولادها وجمع أموالها وغيرها من ملذاتها، ثم تنتقل بعد ذلك من ظهر الأرض في بطنها في القبر في بيت البلا والعفن، بيت الدود والتراب والوحشة والغربة والوحدة. ثم بعد ذلك تخرج من بطن القبر على ظهر عرصات يوم البعث والنشور، تقف بين يدي الله جل وعلا. ثم بعد ذلك إما تستقر في بطن الجنة ونعيمها وحور عينها وأنهارها، وإما تستقر عياذا بالله في بطن النار وجحيمها وسلاسلها وأغلالها وحياتها وعقاربها. أهل النار بين مقطعات النيران ضرب بالمقامع، صرابيلهم من قطران، وتغشى وجوههم النار عياذا بالله من النار. فمنا يا عباد الله، يا معاشر الشباب المؤمن، يا أمة لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله تفلحون وتدخلون جنة الله جل وعلا. فمنا من يخرج من هذه الدنيا سعيد فرح، يموت سعيدا فرح، يدخل القبر سعيدا فرح، يبعثه الله من قبره سعيدا فرحا، يمر على الصراط فرحا سعيد، يمر في القنطرة فرحا سعيد، يدخل الجنة فرحا سعيد. ومنا من يخرج تعيس عليه سخط من رب العالمين. نعم، في الصحيحين واسمعوا يا شباب، في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه قال: مر بجنازة فقال عليه الصلاة والسلام: مستريح ومستراح منه. قلنا يا رسول الله من هو المستريح ومن هو المستراح منه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن إذا مات استراح من هم الدنيا وضيقها ونكدها، مقبل على سعادة من رب العالمين. وصح عنه صلى الله عليه وسلم: جنازة المؤمن، بل أعمالك يا مؤمن، صلاته، إيمانه، تمسكك بالدين والكتاب والسنة. نعم، صلاة الفجر في جماعة وغيرها من الصلوات في المساجد، صوم رمضان، غض بصرك، حفظ لسانك وفرجك من المحرمات. هذه الأشياء تمسكك بالدين تنجيك من عذاب الله وسخطه وغضبه عليك. الجنازة تقول كما صح عنه: بل الأعمال تقول: قدموني 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 قدموني، أي اسرعوا بي يا إخواني، يا زملائي، يا أصحابي، أيها المشيعون، يا جيراني، اسرعوا بي يا مقعده من الجنة. هنيئا لك هذا الفوز العظيم من رب عظيم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم: إذا نزل العبد المؤمن في قبره
تنزل ملائكة الرحمة، ملائكة تسأله منكر ونكير، يسألانه من ربك؟ من ربك؟ إذا ثبتت دين الله الآن ثبتك الله يوم البعث والنشور، ثبتك الله عند الموت، وثبتك الله في القبر عند سؤال منكر ونكير. قال الله عز وجل في سورة إبراهيم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. من ربك؟ تقول ربي الله، بقوة، بشجاعة، بصدق، بإخلاص، بثبات. ما دينك؟ دين الإسلام. من نبيك؟ محمد عليه الصلاة والسلام. فينادي الله: صدق عبدي فافرشوه من الجنة والبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. فيا شباب الإسلام، وربي سترحل، وربي ستموت، ستموت ستموت، شئت أم أبيت. هناك الرحلة، هناك رحلة الأبرار، رحلة المصلين الصائمين الساجدين القائمين الحافظين لحدود الله، الذين لا ينتهكون حرمات الله، لا إذا خلوا بمحارم الله لا يتجرؤوا في معصية الجبار جل وعلا. اسمع هذه الكلمات: أناس تحيا وأناس تموت وأناس عن الموت غافلون، أرحام تدفع وأرض تبلع. متى تبيع الدنيا وتشتري الدين؟ الدين وتشتري الدين. متى قلبك القاسي يلين بذكر الله وبطاعة الله وبالصلاة وبالصيام والحج والعمرة وبر الأب والأم وصلة الأرحام وترد مظالم الناس؟ دع الشهادة الزور، دع الزنا وشأنه، دع اللوطية وشأنها، دع اللواط، دع الخمر، دع الغيبة، دع الفجور. وربي ستندم، وربي ستندم أيها الشاب القوي عندما تقف بين يدي الله جل وعلا ويسألك عن كل صغيرة وكبيرة. اسمعوا يا شباب، من لم يرجعه القرآن والموت لو تناطحت الجبال بين يديه مرتدى بسبب ظلم نفسه وقسوة قلبه ومرض قلبه وغفلة قلبه. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل فاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. اسمعوا معاشر الشباب إلى هذه الكلمات، اسمعوا إلى هذه الكلمات. اسمع هذه الكلمات، اسمع. خذ من دنياك ما تشاء، افعل من الكبائر ما تشاء، لا تصلي مع المؤمنين، تقلب مع الزواني والزانيات، اشرب الخمر، لا تعبد الله، لا تسمع للقرآن. لكني أخوفك يا من عصيت الله يوم أن تسمع من الجبار: إلي بروح فلان، فطالما ازداد غضبي عليه، فطالما بارزني بالحرام، وسمع في كتابي أنني أراه فما عاد ولا أراد، فما استحى من ملائكتي فكيف يستحي مني. يا الله يا الله، أقبضنا على التوحيد، أقبضنا على لا إله إلا الله. يا الله، معاصينا لا يعلمها إلا أنت. يا الله، ذنوبنا لا يغفرها إلا أنت. يا الله، نعصيك ونحن نشرب من مائك ونعصيك، نأكل من رزقك ونعصيك، نبني ونعمر في أرضك ونعصيك، نلبس من كسائك ونعصيك، نعيش بين نعمك ونعصيك. وربي ستندمون يا شباب، ستندم على تفويتك في صلواتك، ستندم إذا باشر التراب خدك الأبيض
وربي ستندم إذا نهش الدود لحمه وعظمه وجلدك وبشرتك في قبره. نعم، اسمع لهذه القصيدة، اسمع كفيف أبصر جسر النجاة، وكم من بصير فوت جسور. وإذا خلوت يوما بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني، إن الذي خلق الظلام يراني، إن الذي خلق الظلام يراني. إن الرجال الناظرين للنساء مثل الكلاب تطوف باللحمان، إن لم تصن تلك اللحوم أسودها أكلت بلا عوض ولا أثمان. واحذر مجادلة الرجال فإنها تخل بالأديان وتدعو الشحناء والشنآن. وكفى بعيب نفسك يا وحيد عن عيب غيرك فإنه عيبان. وإذا حملت يوما إلى القبور جنازة فاعلم أنك بعدها محمول. وتزود لحياتك يا وحيد لقبرك لمعادك، ولا تركب إلى الدنيا كثير فإن مالها يجمع للنفاذ. أترضى يا وحيدا أن تكون رفيق قوم بين الثرى وسط القبور معهم زاد ومعهم غير زاد؟ وقل يا نفس توبي، وقل يا وحيد، وقل يا نفس توبي قبل أن لا تستطيعي أن تتوبي. وأعصي الهوى لأن الهوى ما زال فتان. في كل يوم لنا ميت يا وحيد نشيعه مثل بمصرعه ما قد كان. يا نفس مالي وللأموال نجمعها، أخرج من دنياي عريانا. أين الملوك يا وحيد؟ أين الجبابرة يا وحيد؟ أين الذين جمعوا الدنيا بأجمعها يا وحيد؟ بماذا خرجوا يا وحيد؟ بغير القطر والكفن، ولا في الحياة بقاء يا وحيد، ولا في الحياة بقاء ولا ثبات. نبني البيوت، نبني البيوت يا وحيد، نبني البيوت وحتما تنهار. تلك البيوت تموت يا وحيد. كل البرايا سبحان من لا يموت، لأن الموت يعمنا والقبر يضمنا يا وحيد. والقيامة تجمعنا والحق العدل الجبار يحكم بيننا. وصلوا على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هداك الله